السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في الجديد في الرياضيات الصفحة 30. إذا المضاعفات والقواسم إذا امتدادات القسمة الأوكلودية الحصة الثالثة. إذا يمكن أن أرسم ثلاث مستطيلات مكونة من 12 خانة بأشكال وأبعاد مختلفة. عدد 12 قابل للقسمة على 1 2 3 4 6 12. إذا 3 في 4 تساوي 12، 2 في 6 إذا طول في العرض 12، ثم هنا 12 واضح. إذا 12 في 1 بطبيعة الحال. إذا لا يمكن رسم إلا مستطيل واحد مكون من 13 خانة أبعاده أعداد صحيحة طبيعية. نعم كما تلاحظون، إذا هذا المستطيل لا يمكن رسم أبعاد أخرى كما تلاحظون بالنسبة لهذا العدد مثلا الزوجي. هذا عدد فردي 13. إذا العدد 13 قابل للقسمة على 13 وعلى 1. إذا لأن 13 تساوي 13 في 1. إذا لا يوجد أي عدد آخر يساوي 13. إذا وعلى 1 فقط فهو عدد أولي. إذا هذا العدد يسمى عدد أولي. إذا الأعداد الأولية هي التي يمكن ضربها مثلا في عدد واحد فقط. واضح؟ مثلا 13 في 1. إذا في 1 فقط تعطينا يعني 13. إذا الأعداد 2 3 و5 و7 و11 و13 و17 و19 هي كذلك أعداد أولية. إذا الأعداد الأولية، إذا كما تلاحظون، إذا مثلا سنأخذ هذا العدد إذا 2 يساوي فقط 2 في 1. إذا على 2 لدينا عدد آخر لا. إذا ثم مثلا 3 في 1. إذا مثلا 5 يساوي مثلا 5 في 1. إذا 11 تساوي 11 في 1 هكذا. ثم 13 تساوي 13 في 1. إذا هذو أعداد أولية. مثلا 14 لا 15. إذا لماذا 15 رغم أنه عدد فردي؟ لأن 15 ليس عدد أولي. لماذا؟ إذا 15 يساوي 15 في 1 ويساوي 5 في 3. إذا هذا ليس عدد أولي. واضح؟ ولكن 14 ليس عدد أولي. إذا 17 إذا يساوي 17 في 1. هل هناك عدد آخر؟ لا. إذا 19 يساوي فقط 19 في 1. مثلا 20. إذا هذا عدد زوجي. إذا يساوي 4 في 5 يساوي 10 في 2. إذا ليس أصلا عدد فردي، إذا عدد زوجي. 21. إذا 21 إذا ليس عدد أولي. لماذا؟ لأن 21 تساوي ماذا؟ 7 في 3 وتساوي 21 في 1. إذا ليس عدد أولي. واضح؟ إذا 2 ثم 22. إذا عدد زوجي ثم 23 يساوي ماذا؟ 23 في 1. هل يوجد عدد آخر يساوي 23؟ إذا لا يوجد. إذن هذا عدد أولي 23. ثم هكذا. واضح؟ إذا الأعداد الأولية هي 2 3 5 11 13 17 19 23. واضح؟ ثم ننتقل. إذا العدد قابل للقسمة على 13 وعلى 1. إذا فقط فهو عدد أولي. إذا أكمل. إذا سنكمل هذا. إذا 2 يساوي 1 في 2، 3 1 في 3، 5 يساوي 1 في 5. إذا 7 ماذا يساوي؟ 1 في 7. ثم 11 يساوي 11 أو 1 في 11. 13 يساوي 1 في 13. ثم 17 إذا يساوي 1 في 17.
ثم 19 يساوي 1 في 19. إذا أعداد 4 و6 و8 أعداد قابلة للقسمة على أكثر من عددين، فهي أعداد غير أولية. نعم، إذا كما رأينا في المثال 4. إذا صارت المثال، إذا مثلا 4 لماذا ليس عدد أولي؟ إذا أولا هو عدد زوجي يساوي ماذا؟ 4 في 1 ويساوي 2 في 2. إذا هذا ليس عدد أولي، واضح؟ ثم 6 هل هو عدد أولي؟ لا، لأنه إذا يقبل القسمة على أكثر من عددين. إذا ماذا نعني بالعدد الأولي؟ هو الذي يقبل القسمة على عدد إذا يقبل على عدد واحد، واضح؟ إذا 6 في 1 ثم 3 في 2. إذا هذا ليس عدد أولي، واضح؟ إذا سنتمم 9. إذا أكمل لائحة مضاعفة العدد 2 إلى حدود 30. إذا مضاعفات العدد 2. إذا 2 في 2 تساوي، إذا 2 العدد، إذا العدد 2 كما تلاحظون. إذا 2 في 1 تساوي 2. 4. إذا يعني مضاعفات هما 4 6. إذا 2 في 2 تساوي 4 ثم 2 في 3 تساوي 6. 2 في 4 8. 2 في 5 10 ثم العدد الآخر 12. 2 في 6. 2 في 7 14. 2 في 8 16. 2 في 9 18. 2 في 10 تساوي 20 ثم أتمم 22 24 هكذا 26 28 ثم إلى أن نصل إلى 30 العدد 30. ثم هذه الأعداد تسمى أعداد زوجية. إذا العدد الزوجي إذا صفر وحدته هو 0 2 4 6 8. إذا الأعداد الزوجية، إذا سنعطي أمثلة. الأعداد الزوجية مثلا 0 2 4 6 8 10. أعداد هذه كتسمى أعداد زوجية. ثم أعداد فردية مثلا 1 3 5 ثم 7 هكذا 9 11 إلى غير ذلك. إذا الأعداد الأخرى التي رقم وحدتها 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 تسمى أعداد فردية. إذا أحدد مضاعفات العدد 3 من بين الأعداد التالية. إذا يكون عددا قابلا للقسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه قابلا للقسمة على 3. إذا انتبهوا لهذه القاعدة، يكون عدد قابل للقسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه قابل للقسمة على 3. سأعطي مثال. إذا مثلا 5 إذا ثم 6 7 8 9 5 إذا 7 8. نعم، إذا مثلا إذا 5 زائد 3 أو زائد 2 تساوي 7 زائد 2 5 6 7 8 9 تساوي 9. إذا 9 مقسوم على 3 تساوي كم؟ إذا 3 في 1 في 3 تساوي 9. إذا هذا العدد يقبل القسمة على 3، واضح؟ إذا لكي نتأكد بصفة عامة، إذا 522 مقسوم على 3 ستعطينا ماذا؟ إذا 1 في 3 تساوي 3. إذا ناقص 5 مقسوم على 3 تعطينا 2 ونزل ب 2. 22 مقسوم على 3 ستعطينا 7 في 3 21. إذا 1 ثم أنزل ب 2. 12 مقسوم على 3 ستعطينا 4 في 3 تساوي 12. إذا 0. إذا هل 522 يقبل القسمة؟ نعم، يقبل القسمة على 3. لماذا؟ لأنه يقبل القسمة على، لأن 9 يقبل القسمة على 3. سأعطي مثال آخر لكي تفهموا ماذا نعني
قابلية القسمة. إذا يكون عددا قابلا للقسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه قابلا للقسمة على 3. إذا مثلا هذا العدد الذي سنكتب مثلا، سأكتب هذا العدد. إذا أي عدد مثلا مثلا 9 ثم أكتب مثلا 4 5. واضح؟ إذا 945 هل هو يقبل القسمة؟ هل هو قابل للقسمة؟ هل هو قابل للقسمة على 3؟ إذا سنجرب. إذا ماذا قلنا القاعدة؟ إذا 9 زائد 4 زائد 5. إذا 9 زائد 4 تساوي كم؟ 3. إذا أو نعم 9 زائد 4 13 زائد 5 تساوي 18. واضح؟ يساوي 18. إذا 18 هل هي تقبل القسمة على 3؟ نعم. 18 مقسوم على 3 ستعطينا 6. 6 في 3 18. إذا ناقص 0. إذا قابل للقسمة. إذا كان مجموع إذا كان مجموع أرقامه قابل للقسمة على 3. إذا يكون العدد قابل للقسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه قابل للقسمة على 3. إذا المجموع ديال الأرقام يساوي 18 قابل للقسمة على 3. إذا هذا العدد سيكون قابل للقسمة على 3. واضح؟ إذا هذه هي القاعدة فقط للشرح. إذا أحدد مضاعفات العدد 3 من بين الأعداد التالية. مضاعفات 3. إذا ماذا نعني بالمضاعفات؟ إذا 3 في 1 تساوي 3. 3 في 2 إذا 6. إذا مضاعفات 6. إذا أحدد مضاعفات العدد من بين الأعداد التالية. إذا 3 في 2 6. 3 في 3 9. 3 في 4 12. 3 في 5 15. 3 في 6 18. 3 في 7 21. 3 في 8 24. إذا سنأخذ الأعداد 6 9 12. إذا 13 لا يقبل، إذا ليس بمضاعف. 25 ليس بمضاعف. 42 41. إذا 72. إذا هل هو قابل للقسمة؟ نعم. إذا مجموع أرقامه 7 زائد 2 تساوي 9. يعني إذا المضاعفات قالوا لنا المضاعفات إذا 72. إذا أي عدد 72 قابل. إذا هو مضاعفات العدد 3. ثم 10. إذا أكمل لائحة مضاعفات العدد 5 الأصغر من 40. إذا مضاعفات العدد 5. إذا 0. إذا 5 في 0 تساوي 0. 5 في 1 5. 5 في 2 10. ثم 15. 5 في 4 20. 5 في 5 25. 5 في 6 30. 5 في 7 35. إذا مضاعفات هذه الأعداد تقبل القسمة على 5 وهي تنتهي ب0 و5. إذا 0 دائما تنتهي ب5 تنتهي ب0. إذا 0 هنا مثلا 10 تنتهي هنا ب5 تنتهي ب0 5 0 5 0. واضح؟ إذا أكمل لائحة مضاعفات العدد 9 الأصغر من 81. إذا نفس الشيء. إذا فقط يجب أن تكون حافظا لجدول الضرب. إذا 0 9 في 0 تساوي 0. 9 في 1 9. 9 في 2 18. 9 في 3 27. 9 في 4 36. 9 في 5 45. 9 في 6 54. ثم 9 في 7 72. عفوا 63. ثم 9 في 8 72. ثم 9 في 9 81. إذا سأعيد 0 9 18 27 36 45 54 63
وستون ثم 72 71. هذه الأعداد تقبل القسمة على 9، مجموع أرقامها 9. نعم، إذا 8 زائد 1 تساوي 9. واضح؟ إذا مجموع أرقامها يساوي 9. 8 زائد 1 9، ثم 7 زائد 2 9، 6 زائد 3 9، 5 زائد 4 9، 4 زائد 5 9، 6 زائد 3 9، 7 زائد 2 9، 8 زائد 1 9 ثم 9. إذا هذه الأعداد تقبل القسمة على 9 لأن مجموع أرقامها تساوي 9. واضح؟